على سواحل شرق أفريقيا من كينيا لتنزانيا وصولا لموزمبيق، كان في دولة بحرية وتجارية غريبة جدا في قصة نشأتها وصولها، وغالبا ممكن ما تبقاش سمعت عنها رغم انها جزء مهم من التاريخ الاسلامي والحضاره الافريقيه، وهي سلطنه كيلوا. المؤرخين ذكروا ان من كثره غنى الناس دي وصلوا لدرجه انهم كانوا بيصلوا في مساجد من المرجان المتاح لعامه الناس، اذا حد عايز ياخد منه حاجه يقدر ياخد، وده نوع من الحجر الكريم الغالي جدا. والثراء ده كان جاي من حجم تجارتهم، بحيث انهم تاجروا مع الهند وايران والجزيره العربيه. السؤال بقى، ايه هي سلطنه كلوة وايه اصول اهلها؟ هل هم افارقه ولا فرس ولا عرب ولا خليط من المسلمين؟ العلم هو اللي هيدينا الاجابه. حوالي 957 ميلادي بتحكي القصه انه كان في امير اسمه علي بن الحسن الشيرازي، وكان ابن لأمير شيراز، ويقال إن أمه كانت جارية حبشية. ولما مات أبوه ومع الصراع على الحكم بين الإخوات السبعة بدأوا يطردوه، وهو قرر الهروب مع جزء من أملاكه ورجالته إلى شرق أفريقيا. بتحكي الرواية إنه وصل أولا لأرض الصومال ثم إلى جزيرة كلوة، وهنا اشترى الجزيرة من سكانها، بحيث انه اتفق مع الملك انه يديه ملابس ملونه في مقابل استقراره في الجزيره. وقد كان فعلا، واستقر علي هناك لتنشا بعدين سلسله من المستوطنات التجاريه وينضم له الناس، وبقى هو زي الملك بتاعهم، وخرج من ذريته 49 سلطان، حاجه كده عامله زي كرتاج لكن في العصر الحديث. بالمناسبه حجم التبادل التجاري كان ضخم لدرجه انه بعض عملات سلطنه كلوة تم اكتشافها في استراليا، اللي هي المفروض لم يتم اكتشافها لسه، احنا في القرن العاشر الميلادي. وطبعا لاحقا بدأت السلطنة تقع تحت ايد وسيطرة البرتغاليين من ناحية والعرب من ناحية تانية، اللي فضلوا مسيطرين على الإقليم لغاية العصر الحديث تقريبا قبل 100 سنة بس. والقصة دي وكعادة أي دولة أو حضارة ناجحة بتكون بيئة خصبة لمحاولة نسب وسرقة تاريخها، وفي صراع إذا كان علي وأتباعه دول كانوا عرب ولا فرس ولا حتى أتراك. وبعض المؤرخين الحديثين وهم أفروسنتريك بالمناسبة نفوا القصة من أساسها، وقال لك إن دول مجرد سكان أصليين في شرق أفريقيا، لكن ادعوا أصول أجنبية فقط. التحليل الجيني بقى سنة 2023 من فريق دولي كبير حلل الحمض النووي ل 80 فرد مدفونين على التقاليد الإسلامية، ومن 6 مدن ساحلية في كينيا وتنزانيا من 1250 ل 1800 ميلادي، وهي مدن أنشأها المسلمين، وكان الهدف قياس الأصول الأفريقية والآسيوية في الهياكل دي. كذلك عايزين نعرف طريقة الاختلاط ما بينهم إذا كان يوجد اختلاط من أساسه. طيب وايه النتيجة؟ النتيجة انه رقم واحد كده، اكثر من نصف جينات واختلاط المسلمين دول كانت افريقية، جاية من نساء افريقيات بنتويات من الساحل الافريقي. وده بيفسر لك ليه الشعب السواحلي حاليا، وهم الشعب بيقولوا ان هم احفاد سكان سلطنة كيلوا، بيتكلموا لغة افريقية وعاداتهم وتقاليدهم افريقية جدا في جوهرها، وان كانوا مسلمين على المذهب الشافعي. بينما لقوا ان الجينات الذكرية بقى للهياكل، واللي هي بتكمل النص التاني من اصولهم، فهي أكتر من 80 ل 90% منها جاية من رجال ذوي أصل فارسي إيراني. والمفاجأة بقى إنهم لقوا كمان مساهمة قليلة من جنوب آسيا والهند، يعني المسلمين دول كانوا من آباء فرس ونسبة قليلة هنود، ومن أمهات إفريقيات، هم اللي بعدين ربوا الأطفال، وبقت اللغة الخاصة بيهم إفريقية ذات كلمات وتأثير فارسي. ودي كانت أصول أهل سلطنة كلوة لغاية 1500 ميلاديا. ومن بعد كده لما سقطت الدولة في التاريخ ده، بقت مساهمة الجينات الغير إفريقية تميل إلى مصدر عربي، خاصة من أقاليم جنوب الجزيرة ومضيق هرمز، بشكل متسق مع صعود النفوذ العماني. وكان سلالات أوائل المسلمين ذوي الأصول الفارسية على J2 وجي وR1A، وعلى فروع سفلية معينة مرتبطة بالهضبة الإيرانية. وبعدين مع ظهور العرب بدأت السلالات تظهر لJ1 وEM84 مع فروع سفلية عربية، انسجاما مع موجات الهجرة اللاحقة عن 1500 ميلادية. خلينا بقى نقارن ما بين الماضي والحاضر. هل سكان الساحل اليوم بالمتوسط ينتموا للقدماء؟ المفروض ان الاصول الجينية لما تم فحصها عندهم لقوا ان عندهم اصول افريقية اعلى من المدفونين في العصور الوسطى، وده يمكن لان المدفونين كانوا غالبا نخب حضارية مختلطة اكتر، وكمان نتيجة دخول مهاجرين افارقة ضمن المجتمع السواحلي كمان. في النهاية الرواية الشيرازية والاصل الفارسي للنخب ما طلعتش أسطورة، بالعكس ده حقيقة أكدها الدي ان اي. المساهمة الفارسية قوية وواضحة فعلا، لكنها اندمجت داخل مجتمع أفريقي أمومي ورثوا منهم اللسان والعادات، بينما ساب الفرس بصمتهم الجينية في الأصول الأبوية، وكمان الدين والتجارة والأنساب، ونقلوا أسلوب عمارتهم وبنيانهم. ومع مرور الزمن دخل بقى النفوذ العماني ولقينا العنصر العربي في بعض الأماكن. وفي النهاية الجينات أصدق أنباء من الكتب.